صباح الخير عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم بقى النهارده في فيديو جديد، فيديو يوم الجمعة. جمعة مباركة عليكم ويا رب ان شاء الله يكون يوم سعيد. هشارك كده معاكم فيديو سريع كده، الروتين عندي في المطبخ. هنعمل كده تنظيفة سريعة للكوفي كورنر اللي كنا عاملينه مع بعض. يلا بينا كده نبدأ. ده اول حاجة طبعا شكل الكوفي كورنر اللي احنا كنا عاملينه مع بعض. فاكرين كنا عاملينه كده برفوف خشب، كنت اشتريتها بصراحة علشان احطها ديكور كده على الحيطة. بس بصراحة ايه يعني كسلت شوية ان انا يعني ادق مسامير وكده. فجات لي فكرة تانية ان انا استخدمها استخدام اخر، وهنا بقى استخدمتها كوفي كورنر، وحقيقي شكلها حلو جدا جدا جدا. وكمان اهم حاجة بصراحة انها مش واخدة مساحة. انا كنت نفسي اعمل كوفي كورنر بس ما ياخدش مساحة كبيرة معايا على الرخامة وكده، لان الرخامة بصراحة عندي صغيرة. فكنت حابة ان انا اعمل كوفي كورنر زي ما بقول لكم، يكون صغير كده وشكله كمان حلو قوي. ففكرة حقيقي الرفوف دي كانت حلوة جدا جدا جدا. ممكن كمان لو انتوا مش بتحبوا تحطوا حاجات كتير على الرخامة زي كده، ممكن تجربوا الفكرة ديت وهتكون معاكم حلوة جدا. كمان بقى عاوزة اقول لكم ان الرفوف دي سعرها كمان مش غالي، تقريبا انا كنت جايبة التلاتة دول مع بعض كان سعرهم 100 جنيه. وعايزة اقول لكم كمان ان في الوان منها، يعني انا كنت جايبة اللون الابيض، كان في كمان اللون البني، وكان في كمان اللون البينك، وكان في كمان اللون الاصفر. كان شكلهم حقيقي حلو جدا، كلهم احسن من بعض. كمان بدأت كده ان انا انضف بقى الرخامة، بستخدم اللي هو السبراي اللي هو بتاع ماي واي، اللي هو بتاع الازاز، حلوة قوي على الورق اللي انا كنت حاطاه عندي على الرخامة. وطبعا زي ما انتم شايفين الورق اتبهدل جدا. ان شاء الله انا جبت ورق جديد شكله حلو قوي، ان شاء الله هشارك معاكم بقى فيديو بالتجديدات كده. وعايزه اقول لكم ان انا سايبه زينة رمضان، بصراحة حسيت شكلها حلو قوي عندي في المطبخ فما شلتهاش، شلت كل الحاجات بتاعه رمضان بس سبت الزينة. حسيت ان شكلها كده مع الطوب الحجري اللي انا حاطاه شكلها حلو جدا، فحبيت ان انا اسيبها. قلت ايه برضو تبقى حاجه كده من ريحه رمضان. وزي ما بقول لكم شكلها حلو جدا برضو، لحد ما افكر مثلا ان انا احط زينه تانية. احنا كنا حاطين قبل كده اليقطينات الصغيره دي، كان شكلها برضو حلو جدا. فافكر برضو في فكره تانية كده واكيد هشاركها معاكم. بص انا بحب اجدد كده عندي بحاجات برضو بسيطه ومن غير اي تكليف، اهم حاجه تكون من غير تكليف، لان اصلا الاسعار كلها بقت غاليه جدا. وطبعا احنا كلنا بنزهق يعني من الحاجه التقليديه او الحاجه اللي عينينا بتاخد عليها، فبنحب نجدد كده كل فتره. فانا برضه هجدد معاكم كده بحاجات بسيطه، بحيث برضه انها تديها كده شكل جديد للمطبخ او شكل جديد للريسبشن عندنا. استنوا برضه الافكار ان شاء الله اللي هنعملها مع بعض. هنا خلاص كنت نضفت بقى كده الرخامه وظبطتها، وبدات كده ارجع كل بقى المجات اللي موجوده عندي، وحطيت شويه من الورد كده برضه علشان تديها شكل كويس. والبرواز الصغير ده بصراحه كان هو بيقف كده على حاجه من ورا، بس الولاد طبعا ربنا يهديهم كسروها، فبقيت بوقفه مثلا على حيطه او حاجه. بس حقيقي شكله حلو جدا، وكان كمان جاي لي هديه، فانا عشان كده بحب ان انا احتفظ يعني بالحاجات وكده. اخر وده كده اول حاجه خلصناها مع بعض، وده كان شكل الكوفي كورنر بتاعي. اكتبوا لي برضو تحت في التعليقات كده عجبتكم الفكره بتاعه الرفوف ولا ايه، وممكن انتوا تجربوها عندكم ولا ايه. ولو جربتوها ما تنسوش تبعتوا لي الصور اهم حاجه. وحقيقي هي فكره حلوه جدا. وشايفين بقى الرخامه فاضيه كلها، ممكن نحط بقى اي حاجه تانية احنا عاوزينها. بدات كده بقى اروح للجزء التاني، وبدات برضو ان انا انضف كده الرخامه. وهبدا بقى ان انا احط الجزء اللي هو بتاع الشاي والسكر والقهوه وكده. دي خشبه كده كانت قديمه برضو موجوده عندي، وحطيت عليها الكوستر الخشبي اللي انتوا شايفينه ده. حقيقي نقلها في حته تانية خالص، وده شكل حلو جدا. وكل الالوان كده بتبقى ناطقه مع بعض. اللون الابيض حقيقي بتنطق عليه حاجات كتير، بتدي شكل برضو كده حلو عليها. وحطيت بقى تحتها كده الحاجات اللي هي بتاعه الشاي والقهوه الصغننه دي، حطيتهم عليها. واخر جزء بقى موجود عندي في الرخامه، اكتر جزء بقى متبهدل طبعا في الورق بتاع الرخامه. ان شاء الله والله هشيله. انا كل يوم اقول هعمل الورق ده بكره، هعمل الورق ده بكره، وبرجع اكسل. اكتبوا لي انتوا برضو في التعليقات كده وشجعوني، بحيث ان انا اشيله ونركب بقى الورق التاني، عشان حقيقي الورق التاني شكله حلو قوي وانا متحمسه ليه جدا. اخر جزء بقى موجود معايا في الرخامه، بدات برضو ان انا انضفه كده، وهرجع القلايه بقى مكانها. انا لسه بصراحه شارياها جديد، فبرضه هعمل لكم ريفيو كده عنها، وهعمل لكم ان شاء الله فيديوهات بيها حلوه جدا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، وكمان تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. واستنوني ان شاء الله دايما في فيديوهات جديده. وجمعه مباركه عليكم، وان شاء الله يكون يوم سعيد عليكم.